المصري. إشاعة كبيرة جدا دايرة في الوسط الرياضي المصري. بتقول ايه الإشاعة دي يا عم حمدي؟ بتقول إن محمد مجدي قفشة هو اللي بيسرب أخبار النادي الأهلي. الإشاعة بتقول إن محمد مجدي قفشة هو اللي بيسرب أخبار النادي الأهلي للصحفيين والنقاد الرياضيين والإعلاميين واليوتيوبر اللي زي حالاتي كده. يعني أنت متأكد يا عم حمدي من كلامك؟ أقول لك لأ. طب هو في حد بيسرب؟ في لاعب بيسرب؟ في لاعب بيسرب. هو قفشة ولا مين؟ ينفع ما جاوبش؟ ينفع ما جاوبش؟ ينفع ما جاوبش. ليه؟ لأسباب كتيرة جدا أنا بحتفظ بيها لنفسي. لأسباب كتيرة جدا أنا بحتفظ بيها لنفسي. يعني في أخبار أو في حد بيسرب أخبار من داخل غرفة خلع ملابس النادي الأهلي؟ أيوه في. مين هو؟ آسف ما أقدرش أجاوب. والله أنا عارف، والله أنا عارف. أريد أن أزور مصر قبل أن أموت. نجيب محفوظ ومحمد محمود سعدني وتوفيق الحكيم. أمل ده نقل يا سلام. ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا عم شوقي يا جميل. طيب ايه الكلام اللي داير في الوسط الرياضي ده يا جماعة؟ الكلام بيقول ان محمد مجدي قفشة هو اللي بيسرب اخبار النادي الاهلي وبيسرب اخبار غرفة خلع الملابس في النادي الاهلي، وبيسرب اخبار غرفة خلع الملابس في النادي الاهلي. يعني الكلام ده حقيقي ولا ايه يا عم حمدي؟ ايوه في لاعب بيسرب الكلام داخل النادي الاهلي. طيب مين هو؟ ما تقول لنا عليه. اضطر اسفا اقول لك لا. انت كمشاهد لك مني كل احترام وتقدير وانا بحبك، بس انا ما اقدرش اقول. اولا حفاظا على اللاعب، ثانيا ده النادي الاهلي اللي انا بعشقه وبحبه واموت فيه. يمكن في الايام بعد كده اقول لك مين اللي كان بيسرب الاخبار في النادي الاهلي، لكن دلوقتي ما اقدرش. النادي الاهلي في توقيت صعب. النادي الاهلي كلنا لازم نحافظ عليه. عبد الرزاق شوقي تنور مصر بيتك ومكانك، تنور يا غالي. شوف الجمال، شوف الجمال واهل الكرم. عمي بسيوني باظه، اخويا وحبيبي الغالي عمي بسيوني باظه. عملت لنا شير ولا ايه يا عم بسيوني؟ شير لنا كده على صفحه الاباظيه بعد اذنك. مصطفى هاني انا من نادر. ايوه من نادر يا غالي. عم مصطفى هاني انت منين يا عم مصطفى؟ اخويا وحبيبي الغالي مصطفى هاني. اعمل لايك وصلي على النبي الاول وقول لي انت منين، وايه اللي عرفك ان انا من نادر حبيبي يا غالي. طيب انت من نادر يا مصطفى؟ ابن مين بقى يا عم مصطفى؟ طب يعني ينفع كده؟ طب انت مش عارفني؟ انت مش عارفني يا مصطفى؟ اذا كانت الناس اللي من السعوديه واللي من المغرب واللي من تونس معانا في اللايف عارفانا، ومعانا ناس من النمسا وناس من امريكا، انت مش عارفني؟ حبيبي عم بسيوني ربنا ما يحرمني منك يا غالي. اعمل لايك وصلي على النبي. مصطفى هاني. وشو اسمك؟ اخوك وحبيبك حمدي باظه الملقب بكبير مشجعي النادي الاهلي. فاذا يا جماعه محمد مجدي قفشه زعلان، محمد مجدي قفشه متضايق. مصطفى يا هاني اظن بقى المفروض تعمل لنا لايك وتشير لنا اللايف ده على جروب البلد. بعد اذنك تعمل لنا لايك وتشير لنا اللايف ده على صفحتك الشخصيه وعلى جروب البلد، ويا ريت تبعت لي طلب صداقه على صفحتي الشخصيه حمدي باظه. نجم جيمز صباح الفل او مساء الفل عليك يا احلى واجمل نجم في الدنيا كلها. اعمل لايك وصلي على النبي. انت منين يا باشا؟ انا من المنوفيه. اخويا وحبيبي علي حماد شرفتني ونورتني يا عم علي. اعمل لايك وصلي على النبي. تحيه كبيره جدا لاي حد من بلدي، عشان انا بحس ان اي حد من بلدي لما بيدخل معايا اللايف بيبقى شرف كبير جدا ليا. مروان شيكو اخويا وحبيبي عاشق نادي الزمالك بقول باتشوكا. ماشي يا عم، ماشي يا عم مروان. انا منوفي من شبشير طملاي وانا من نادر يا عم علي. اخويا وحبيبي علي حماد اخوك حمدي باظه. اعمل لايك وصلي على النبي يا عم علي. ازاي ما تعرفنيش يا عم علي؟ يعني انت من شبشير وانا من نادر، ازاي ما تعرفنيش يعني؟ مش عارف.